يا الله يا الله يا الله يا الله. اكو ضربوا البحرين يا شباب، ضربوا القاعدة الأمريكية، لإيران ضربتهم. ووي یا خدا، یا امام حسین، شهر موشکی جمع زیدن، شهر موشکی. الصور التي وردتنا قبل قليل من أبو ظبي والتي تظهر آثار سقوط، على ما يبدو بأنه سقوط لصاروخ إيراني أو شظايا نتيجة العملية الاعتراضية، لا ندري، ولكن واضح بأنه مبنى أو منزل تشتعل فيه النيران وتتصاعد أعمدة الدخان فيه من أبو ظبي. تل أبيب تعلن عملية زئير الأسد، وإيران ترد بعملية الوعد الصادق 4. الاستخبارات الروسية تكشف حقيقة اغتيال خامنئي والرئيس الإيراني، والولايات المتحدة تعلن أهدافها في إيران. فماذا قصف الجيش الأمريكي في إيران؟ ترامب يتوعد قادة النظام الإيراني: ألقوا السلاح مقابل النجاة من الاغتيال أو الموت. وطهران تتوعد الولايات المتحدة وتل أبيب بجحيم بلا خطوط حمراء. الجيش الإيراني يعلنها: كل المصالح الأمريكية والعبرية أهداف مشروعة لنا. وطهران ترد على تل أبيب وتحتفظ بالصواريخ الأقوى للجولة المقبلة. إيران تستهدف قواعد عسكرية أمريكية بالكويت، واعتراض مسيرات شمال السعودية. خارطة النار الإيرانية تتسع تل أبيب والبحرين وقطر والكويت والإمارات والسعودية والأردن والعراق تحت مرمى الصواريخ، وصفارات إنذار في البحرين، وهجوم على الأسطول الخامس وقصف الضفرة يشعل الخليج. الضربات الإيرانية تمتد لعمان، بينما الحرس الثوري يعلن تدمير أقوى رادار أمريكي متطور في قطر، ومسيرة شاهد 136 تضرب رادارا أمريكيا آخر في المنام بدقة. والاستخبارات الأمريكية تفجر مفاجأة عن الهجوم الإيراني: الصواريخ الدقيقة لم تستخدم بعد، والمساء قد يحمل الأخطر. مجزرة في مدرسة بنات بإيران بسبب القصف العبري، وضربة إيرانية تدمر مدرجا أمريكيا بالكويت وتحيد جنودا إيطاليين. طهران تحذر دول الجوار: أي أرض تنطلق منها هجمات ستصبح هدفا مشروعا، والحرب ستمس المنطقة بأسرها. وعمان وإسبانيا ترفضان التصعيد وتحذران من حرب مفتوحة وانتهاك القانون الدولي، بينما ماكرون يدق ناقوس الخطر، وتل أبيب تتخذ قرارا تاريخيا بشأن احتياطيات الغاز وتعلن الطوارئ في قطاع الطاقة وسط مخاوف من الأسواق. ساعة الجحيم. الولايات المتحدة تفجر برميل النفط الإيراني، والجن يخرج من القمقم وسط توقعات بأن تلك الحرب ستأكل الأخضر واليابس. نعم، ونقلا عن نيويورك تايمز، حيث أفاد مسؤولون عبريون بأن الهجوم على إيران يستهدف شخصيات بارزة ويأتي في إطار عملية واسعة النطاق يتوقع أن تستمر عدة أيام. فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن قرار تنفيذ الهجوم اتخذ خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن. وفي السياق ذاته أفادت قناة فوكس نيوز بأن الهجوم الأمريكي على إيران شمل أهدافا بينها البرلمان ووزارة الاستخبارات وهيئة الطاقة الذرية، إضافة إلى هجمات سبرانية على وكالات أنباء. من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه الكامل للعملية، مخاطبا الإيرانيين بأن ساعة حريتهم تقترب، ومتوعدا عناصر الحرس الثوري والقوات المسلحة والشرطة بخيارين: إما إلقاء السلاح مقابل الحصانة أو مواجهة الموت، داعيا المدنيين إلى البقاء في منازلهم، ومعتبرا أن ما يجري يمثل فرصة تاريخية للتغيير، وذلك حسب تصريحه. في المقابل أكدت قيادة الحرس الثوري الإيراني أن تل أبيب شنت ضربات على منشآت عسكرية وإدارية في طهران ومدن أخرى، متوعدة برد قوي وحاسم خلال ساعات.
فيما أعلن مسؤول إيراني رفيع أن جميع الأصول والمصالح الأمريكية والعبرية في الشرق الأوسط أصبحت أهدافا مشروعة، وأن الرد سيكون علنيا ومن دون خطوط حمراء، وذلك وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية. من جهة أخرى أعلنت هيئة البث العبرية رصد رشقات صاروخية أطلقت من إيران باتجاه تل أبيب، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها، بينما دعا نتنياهو العبريين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية خلال عملية أطلق عليها اسم زئير الأسد. وفي تطور ميداني ونقلا عن آرتي الروسية، وردت أنباء عن هجمات قرب مطار مهر أباد في طهران واستهداف قاعدة علي السالم في الكويت، إلى جانب محاولات لاعتراض مسيرات شمال السعودية قرب الحدود العراقية. كما نعت مواقع إيرانية علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني. وحسب المصدر نفسه شملت أهداف الهجمات الصاروخية الإيرانية مواقع في تل أبيب وقاعدة الجفير مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة العديد في قطر وقواعد عسكرية في الكويت والإمارات والسعودية والأردن، إضافة إلى القاعدة الأمريكية في أربيل بالعراق. وفي ذات السياق أفادت رويترز بدوي صفارات الإنذار في البحرين بعد سماع انفجارات، وأعلنت وزارة الداخلية تفعيل الإنذار العام، فيما تحدثت تقارير عن هجوم صاروخي إيراني استهدف الأسطول الأمريكي في المنطقة، بما في ذلك مركز خدمات الأسطول الخامس في البحرين وقواعد أمريكية في قطر والإمارات، إضافة إلى إطلاق صواريخ باتجاه القاعدة الجوية في الظفرة. كما أفادت رويترز أيضا بأن إيران استهدفت قواعد أمريكية في عدة دول بينها البحرين وقطر والإمارات والكويت والعراق، مع سماع اعتراضات صاروخية فوق أجواء عمان، بينما أعلن الحرس الثوري استهدافه قواعد أمريكية في الخليج وسط تقارير عن محاولة إيرانية للتشويش على طائرة استطلاع أمريكية من طراز MQ-4C. من جانبها أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني تدمير الرادار الأمريكي من طراز FP-132 المتمركز في قطر والمزود بمعدات متخصصة لتتبع الصواريخ البالستية، مؤكدة أنه تم تدميره بشكل كامل. كما أفادت تقارير بسقوط مسيرة إيرانية من طراز شاهد 136 على هدف داخل مقرات القيادة البحرية الأمريكية في المنامة، في حين تحدثت معلومات أخرى عن إصابة رادار أمريكي في البحرين بدقة. وفي تطور ميداني آخر، نقلت سكاي نيوز أن الضربات العبرية الأمريكية البريطانية أسفرت عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان، في وقت أفادت وكالة إيرنا الإيرانية بنجاة الاثنين من محاولة الاغتيال، متوعدة برد طويل الأمد، مؤكدة أن الحرب التي بدأت ستكون واسعة التداعيات، وذلك حسب الوكالة. وفي سياق متصل أفادت وكالة بلومبرغ بأن الصواريخ الإيرانية التي أطلقت حتى الآن ليست من الطرازات الإيرانية الدقيقة ذات الوقود السائل، مع حديث عن احتمال إطلاق هذا النوع خلال ساعات المساء في ظل تصاعد المواجهة العسكرية. كما نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الغارات الجوية ستستمر لأيام لا لساعات، مؤكدا أن الجيش الأمريكي لا يستهدف القيادة الإيرانية، فيما أشار إلى أن عمليات الاغتيال تنفذها تل أبيب. من جهتها أفادت وكالة مهر الإيرانية بارتفاع عدد ضحايا قصف استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب إلى 86 ضحية و48 جريحة حتى الآن نتيجة القصف العبري. بينما نقلت وكالة فرانس بريس أن ضربة إيرانية تسببت بأضرار كبيرة في مدرج قاعدة عسكرية بالكويت وأسفرت عن تحييد جنود إيطاليين. وعلى الصعيد الدبلوماسي أدانت السعودية وقطر الهجمات الإيرانية التي استهدفت القواعد الأمريكية في الإمارات والبحرين وقطر والأردن والكويت، ووصفتها بانتهاك صارخ للسيادة ومخالفة للقانون الدولي، فيما أكدت الدوحة احتفاظها بحق الرد بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، وداعية إلى وقف التصعيد والعودة إلى الحوار. بالمقابل أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والعراق، مؤكدا أن إيران ستستخدم جميع قدراتها الدفاعية والعسكرية استنادا إلى حقها المشروع في الدفاع عن نفسها، ومحذرا من أن أي دولة تسمح باستخدام أراضيها لتنفيذ عمليات عدوانية ضد طهران ستتحمل المسؤولية، معتبرا أن القوات المسلحة الإيرانية ستتعامل مع منطلق أي هجوم أو محاولة لعرقلة عملياتها الدفاعية كأهداف مشروعة، ومشددا على أن الحرب المفروضة لا تستهدف إيران وحدها بل تمس دول المنطقة بأكملها، وذلك وفق ما نقلته وكالة فارس الإيرانية. من جانبه أعرب وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي عن استيائه من تقويض المفاوضات، محذرا الولايات المتحدة من الانخراط أكثر في النزاع،
بينما رفض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما وصفه بالعمل العسكري الأحادي من قبل واشنطن وتل أبيب ضد إيران، مطالبا بخفض فوري للتوتر واحترام القانون الدولي. دوليا حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وتل أبيب وإيران ستكون له عواقب خطيرة على السلم والأمن الدوليين، وذلك حسب تصريحه. وفي تطور آخر متصل ونقلا عن القناة 14 العبرية، أعلنت وزارة الطاقة العبرية إغلاقا مؤقتا لبعض احتياطيات الغاز الطبيعي مع إعلان حالة طوارئ في قطاع الغاز، مؤكدة أنه سيتم تأمين احتياجات البلاد من الطاقة عبر مصادر ووقود بديلين عند الضرورة.